مباراة جيدة. ليكيب كان واجد صراحة. دابا صافي غنساو هذا الماتش، نفكروا في الماتش الجاي ان شاء الله وخصنا نغلبوه باش نساليو احسن تورنيو وباش نبقاو ان شاء الله في الدراري في لا فامي كلشي مزيان. كان اليوم وليد الركراكي يحضر المقابله، واش كان شي موتيفاسيون حافز بالنسبه لكم؟ ملي كيكون وليد الركراكي كتكون موتيفاسيون زايده باش هو المدرب في الفرقه الاوليه، ولكن حنا لعبنا بحال دائما، لعبنا ساهل، لعبنا بحال جروب بحال فاميل وحنا ربحنا ان شاء الله، جبنا 3 النقاط. حنا كنحبوا الجمهور بزاف وما كيعاونونا بزاف، ملي كيبداو يشجعونا وحنا فرحانين هذا الغد الليلو وان شاء الله نغلبوا الماتش الجاي. اليوم الماتش ديال ليبيا ما كانش ساهل شويه، كان صعيب، ولكن حنا عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه وكنا موجودين له 100% كونسونطري بزاف، ياك حتى هما كما كانوا موجودين لينا، ولكن حنايا كنا موجودين اكثر. وباقي لنا الماتش ديال الجزائر ان شاء الله غادي نقدموا فيه مباراه جيده ان شاء الله، نكونوا كونسونطري اكثر ونحققوا 3 النقاط باش نحققوا التاهل. بطبيعه الحال غادي يكون حافز لينا ولكل شيء باش يقدم مباراه جيده، حيت قدام اطار فني اللي كبير بحال هذاك خصك ضروري تقدم مباراه جيده. الحمد لله الماتش كان صعيب علينا، ليبيا ديفونسيفمون مزيانه والكوتش ديال بلانتيامينتو ديال الماتش هو عارف، والحمد لله كلاسين. ودابا كنفكروا في الجزائر بحال هذا نفسه، ولا بحال ديال مصر باغيين نربحوا ان شاء الله نديو اوناف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.